حتى لما اتطرد بيكسر الارقام القياسيه. ده اول طرد في تاريخ كريستيانو رونالدو مع البرتغال. رونالدو اتطرد عشان ضرب اللاعب بتاع ايرلندا بالكوع في ظهره. بيقول للاعب ايرلندا ما تعيطش ما فيهاش حاجه. بعد الطرد جمهور ايرلندا بيرد على كريستيانو رونالدو بتقول له انت اللي ما تعيطش. لكن شكل كريستيانو رونالدو بعد ما اتطرد دايما ماتش ايرلندا هو اللي بيحصل فيه كل الكلام ده. يا عم دام رونالدو مش مقتنع يبقى الكوره دي ما فيهاش حاجه. يا راجل انا راضي ذمتك. طب انت كمشجع لكريستيانو او مشجع للبرتغال مستني كاس عالم بذمتك؟ يا ابني المنحوس منحوس باينه يا راجل. ده انت عارف اللي فيها وطالع قايل نفس الكلام امبارح اللي حصل النهارده في المباراه، ان جمهور ايرلندا هيصفر عليا ودي فرصه كويسه عشان تتيح للعيبه بتاعتنا انها تركز. تقوم انت اللي تعمل التصرف الطفولي ده وتضرب المدافع بالكوع من غير كوره. شوف انا بحبك بس ده تصرف طفولي بصراحه ومالكش حق الاستغراب، لان فعلا انت غلطان يا كريستيانو في الكوره دي تحديدا. تخيل ده اول طرد لكريستيانو رونالدو في مسيرته الدوليه مع منتخب البرتغال. ايرلندا ما راحوش الا بكره واحده، سجلوا هدفين والله. الجول الاول خطا من دييجو كوستا، طلعت كورنر اتلعبت ايرلندا سجلت، والجول الثاني اللي انت شايفه في الصوره ده. يا معلم الراجل ده لو جابوا له جيل البرازيل 2002 وجيل اسبانيا 2010 وحطوه مع جيل البرتغال 2025 برضه مش هياخد كاس العالم. مستحيل اللي صار في اي المباراة. رونالدو فقد السيطرة. رونالدو كان عم يأشر لجماهير ايرلندا وبيقول لهم ابكوا اثناء المباراة، ولكن الغريب الموضوع انه ايرلندا لا متفوق على البرتغال بنتيجة 2-0 وتم طرد رونالدو بحركة غريبة جدا من كريستيانو وبيطلع من امام اعين جماهير ايرلندا وهو شبه مذلول شبه زعلان. رونالدو يفقد السيطرة. يا الله يا رونالدو ليش ما لها داعي يا رونالدو ما لها داعي. يا جماعة قسما بالله كمية الضياق اللي أنا فيه حاليا مش طبيعية. يعني فوق من البرتغال بموقف صعب بخسارته بهدفين مقابل لا شيء، كريستيانو رونالدو بيتسبب على نفسه بطرد ومستحق المشكلة. تصرف غير مفهوم من كريستيانو رونالدو، أول مرة بينطرد مع المنتخب. طب شو كان في لها داعي الحركة يا رجل؟ رسميا كريستيانو رونالدو هاي آخر مباراة بيشارك فيها بتصفيات كأس العالم، لأنه المباراة الجاي مطرود وما راح يشارك بتصفيات كأس العالم الجاي للبرتغال. يا أسطورة يا أسطورة افهمني، يا أسطورة يا أعظم لاعب في التاريخ، قسما بالله حرام يا رجل. لا وازيدك من الشعر بيت، احتمالية انه ما يشارك باول مباراة من كأس العالم كبير كثير. الله يستر وان شاء الله البرتغال يتأهل لكأس العالم، لانه الاشي اللي قاعد بصير كارثي. يا ساتر يا جماعة على هذا الخبر عاجل ورسميا عن صحيفة BBC. الأسطورة كريستيانو رونالدو سيتم إيقافه مباريتين، يعني حيغيب على أول مباراة بكأس العالم 2026. رونالدو سيتم إيقافه لمدة مباريتين بسبب اللعب العنيف. سيغيب عن آخر مباراة في تصفيات كأس العالم وسيغيب عن أول مباراة في كأس العالم 2026. رونالدو هذا آخر كأس إله، هيدا آخر كأس عالم إله. بدنا نشوفه بكل دقيقة، بدنا نشوفه بكل مباراة. للأسف يا جماعة حيغيب مباريتين. يلعن التحكيم على لعيبه ايرلندا، على المنتخب الايرلندي، على جماهير ايرلندا، على لعيبه البرتغال ذات نفسها. خدت اللقطه يا ابن المره. طب ما تشوف الكره من الاول. ما لاعب ايرلندا هو اللي دفع كريستيانو في البدايه قبل ما كريستيانو يخبط. قبل اللقطه دي في دفع من لاعب ايرلندا، في مسك من لاعب ايرلندا على كريستيانو. ليه ما رجعتلهاش؟ ليه لازم كريستيانو دايما؟ يا اولاد المره مستني ميتين من ماتشات البرتغال عشان اتفرج على كريستيانو. النهارده كريستيانو بيطرد ضد ايرلندا ومش هيلعب الماتش الجاي. يلعن ابو ام كره القدم ذات نفسها. ورسميا رونالدو لن يلعب كأس العالم القادم، والسبب حالة طرد ظلمة وغريبة في نفس الوقت. لايك للفيديو وتابع حسابي واسمع الموضوع. اليوم في مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب الايرلندي، وفي كرة ثابتة لصالح المنتخب البرتغالي بتحصل مشادة كلامية وتصادم بين كريستيانو رونالدو وبين مدافع المنتخب الايرلندي، علشان نشوف رونالدو بيضرب المدافع بالمرفق، وبالتالي بنشوف حالة طرد للدون كريستيانو رونالدو. والكارثة مش انها بس اول حالة طرد في مسيرته الدولية، ده كمان رسميا رونالدو هيغيب عن اخر مباراة في تصفيات كأس العالم، وهيغيب عن اول مباراة في كأس العالم نفسه. الكارثة الاكبر بالنسبة لي ان الطرد كان ظالم وقاسي جدا. اولا لان التصادم والمشاجرة كانت متبادلة بين رونالدو وبين المدافع، وثانيا لان الكرة من البداية كانت تسلل اصلا يا حكم. الله ياخذك يا مارتينيز، الله ياخذك وياخذ دفاع البرتغال، الله ياخذك وياخذ الحكم، وياخذ ايرلندا وجماهيرها، ياخذ ايرلندا ولاعبينها. ليش الحقد والكراهية لكريستيانو رونالدو؟ ليش؟ أنا نفسي أفهم ليش معذبكم. ليش الحقد والكراهية هذا والاستفزاز لكريستيانو رونالدو؟ أنا نفسي أفهم. والله حرام، هذه آخر مباراة لكريستيانو رونالدو في تصفيات كأس العالم. خلاص تم طرده، والمباراة الأخيرة اللي ظلت ما راح يلعبها. البرتغال بقى لها نقطة واحدة للتأهل إلى كأس العالم. مباراة أخيرة، إذا فازوا فيها تأهل إلى كأس العالم، إذا تعادلوا تأهل، وإذا خسروا إلى الملحق.
خلاص. يعني اضحك من كده وبجاحة اكتر من كده مفيش. لا 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 مفيش خالص. جمهور ايرلندا وهم كاسبين 2-0 واتطرد رونالدو في الدقيقه 60 قعدوا يهتفوا ضد رونالدو ان هم يقولوا باي باي وعمالين يعملوا اللي هو بيبكي وكده يعني عشان الطرد يعني في المباراه. فكده بقى ان خساره رونالدو والبرتغال للمباراه دي هي تاخر على صعودهم لكاس العالم. البرتغال لو كسبت او اتعادلت الماتش الجاي قدام ارمينيا من غير رونالدو بسبب الطرد اللي خده رونالدو ده واللي كمان هيخليه ان هو يغيب عن اول مباراه في كاس العالم لما هيصعدوا عادي بقى لكاس العالم. ايرلندا اصلا اللي مش هيكسبوا قدام المجر الماتش الجاي او حتى لو كسبوا يعني هيخشوا في ملاحق ومعادلات وليله بقى وفي الاخر مش هيصعدوا لكاس العالم. الجمهور عمل هيصه وخلاص على رونالدو بسبب الطرد الاول اللي خده مع المنتخب البرتغالي، وعصبيه رونالدو بقى اللي على الطرد هي اللي خلتهم يوصلوا للمرحله دي معاه بقى عشان يعصبوه اكتر. طرد على كريستيانو رونالدو يا جماعة بأهم مباراة بتصفيات كأس العالم. كيف هيك يا أخي؟ طرد على كريستيانو رونالدو في المباراة اللي راح تأهلهم لكأس العالم. هيو حاليا كريستيانو رونالدو انطرد مع المنتخب البرتغالي بالكرت الأحمر المباشر. يخرب بيت الجنون. منتخب البرتغال خاسر 2-0 أمام إيرلندا وكريستيانو رونالدو عم بغادر مطرود بسبب ضرب اللاعب بدون وجود الكرة. رونالدو خرج من أرضية الملعب بالدقيقة 60. طرد على كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم. ولا كيف لك قلب تطرده أنت؟ رسميا لأول مرة في التاريخ كريستيانو رونالدو ياخذ بطاقة حمراء مع البرتغال بعد ما كوع كريستيانو رونالدو اللاعب ارمينيا. يا كريستيانو صلي على النبي اهدى اعصابك. المشكله بعد الاحمر كريستيانو رونالدو يقول لاعبين ارمينيا ابكوا. على العموم هذه نتيجه المباراه وصراحه البرتغال صعب ترجع، وهذا ترتيب مجموعه البرتغال. كويس انه المباراه القادمه ضد ارمينيا عشان كذا باذن الله البرتغال متاهله. هذا ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد الطرد مع منتخب بلاده قبل شويه. بوريكم اللقطه وقولوا لي يستحق الطرد فيها ولا لا. فعل رونالدو، شفنا المراقبة والمحاصرة لرونالدو هنا داخل منطقة الجزاء. هذا للندية الكبير. يا عيال بعيدا عن أن أول طرد في تاريخ كريستيانو رونالدو مع البرتغال، الطرد هذا راح يمنع من ايش؟ انه يلعب اول مباراه بكاس العالم. يعني اول طرد له ما راح يلعب اخر مباراه في التصفيات واول مباراه في كاس العالم. كريستيانو انطرد بشكل غريب، طفش كذا من لاعب يضايقه هوب سدد له واحده. يا الدون ما راح تلعب اول مباراه طلعت مطرود. ينبلع على اللقطه غريبه مره، يعني احس غريب جدا انك تشوف ميسي وكريستيانو مطرودين. عموما بس انطرد الدون. لا تنسون فولو حساباتي في البايو دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم بالكومنتات. مدافع عمال يلطش فيه ويزق فيه ويبهدل فيه، وانت يا الفار لما تجيب اللقطه تجيب رد فعل الضم، ما تجيبش الفعل الاول. يا جدع ده انت ظالم يا جدع. وعشان كده رونالدو مستغرب عايز يقول لك جيبها من الاول يا اخي، جيب اللقطه من الاول. الاصعب في ده كله ان يقول لك ان الخبير التحكيمي دالي جونسون يقول ان كريستيانو رونالدو هيغيب اول مباراه ليه في كاس العالم. ليه؟ عشان اللعب بعنف، انه هيقف مباريتين اتنين، الاخيره اللي جايه مع ارمينيا والمباراه الاولى في كاس العالم. ده لو صعدوا الله المستعان. حبيب قلبي يا بطل لا تنسى التفاعل اللي في الجنب. سلام. يا راجل انا راضي ذمتك. طب انت كمشجع لكريستيانو او مشجع للبرتغال مستني كاس عالم بذمتك؟ يا ابني المنحوس منحوس باينه يا راجل. ده انت عارف اللي فيها وطالع قايل نفس الكلام امبارح اللي حصل النهارده في المباراه، ان جمهور ايرلندا هيصفر عليا ودي فرصه كويسه عشان تتيح للعيبه بتاعتنا انها تركز. تقوم انت اللي تعمل التصرف الطفولي ده وتضرب المدافع بالكوع من غير كوره. شوف انا بحبك بس ده تصرف طفولي بصراحه، ومالكش حق الاستغراب لان فعلا انت غلطان يا كريستيانو في الكوره دي تحديدا. تخيل ده اول طرد لكريستيانو رونالدو في مسيرته الدوليه مع منتخب البرتغال. ايرلندا ما راحوش الا بكره واحده، سجلوا هدفين والله. الجول الاول خطا من دييجو كوستا، طلعت كورنر اتلعبت ايرلندا سجلت، والجول الثاني اللي انت شايفه في الصوره ده. يا معلم الراجل ده لو جابوا له جيل البرازيل 2002 وجيل اسبانيا 2010 وحطوه مع جيل البرتغال 2025 برضه مش هياخد كاس العالم. رونالدو كرت احمر. زعلان رونالدو. البرتغال لعبوا نفس اللاعب. حرام عليك رونالدو لأول مرة يطرد مع المنتخب، يعني أول مباراة في كأس العالم ما راح يلعب فيها. جاه طرد مباشر بسبب شوي لقطة فيها كوع، يعني مو على الكورة، فبيغيب عن التصفيات المباراة الجاية في كأس العالم، وبيغيب عن أول مباراة في كأس العالم. الطرد المباشر بيغيب مبارتين، والتصفيات ما عاد بقى لها إلا مباراة، والمباراة الثانية بتكون في كأس العالم.
تكفون شوفوا استئناف، شوفوا اي حل، لان مصلحتكم ان رونالدو يلعب في كل مباراه في كاس العالم، بالذات ان اخر كاس عالم رونالدو، فالمصلحه امريكا كلها ان رونالدو يلعب لو دقيقه واحده. يا اخي اخر كاس عالم لك، نبغاك مباريات زياده، تغيب عن المباراه الاولى والافتتاحيه، والله شيء يقهر. المشكله اللقطه فيها عنف، يعني ما اقول لك والله تدخل على الكوره. كريستيانو اول لاعب راح يغيب عن اول مباراة في كأس العالم. كيف وشلون؟ خلني اشرح لك. قبل أن نبدا فزعتكم يا عيال، تعالوا ضيفوني في حسابي الثاني، سويت لكم منشن عليه تحت، ودنا نوصل 10000 يا عيال. قبل كل شيء كريستيانو لاول مرة في تاريخه يحصل على كرت احمر مع المنتخب، فبالتالي سيتم ايقاف كريستيانو لمدة مباراتين بسبب اللعب العنيف. هذا وش معناته؟ قبل انكم انت بتتابع جميع مباريات العالم وافلام ومسلسلات باقل سعر، وهذا كود الخصم فوق الخصم، رابط في البايو الحق. يعني راح يغيب عن اخر مباراة في تصفيات كأس العالم، وراح يغيب عن أول مباراة في كأس العالم. تخيلوا كريستيانو رونالدو قد لا يلعب كأس العالم 2026 والسبب كرت أحمر. خليكم معي للآخر. في مباراة إيرلندا والبرتغال كريستيانو رونالدو أخذ كرت أحمر، والكرت الأحمر سيغيبه عن أول مباراة في كأس العالم 2026. مو هنا موضوعنا هل الحكم كتب في التقرير ضرب عنيف مع التهور، انه الابعاد ممكن يكون من مباراتين الى 3 مو مباراة واحدة. يعني كريستيانو رونالدو قد لا يلعب دور المجموعات بالكامل، وقد تخرج البرتغال دون ان يشارك في البطولة من الاساس. يعني ممكن ما نشوف كريستيانو رونالدو يشيل كأس العالم ويعادل ميسي في انجازاته الدولية. اعطوني ردكم في التعليقات، هل رونالدو يستحق الايقاف اكثر من مباراة ام لا؟